السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا وفيديو جديد. انا مش عارفه الصوت هيبقى كويس ولا لا عشان الموسيقى دهيت. بس انا دلوقتي في محل اسمه بالك بارن. صورت لكم فيديوهات قديمة عنه، بس ده كده فتح قريب مننا فحبيت اعمل فيديو جديد فيه. النهارده الفيديو هيبقى عن الحاجات بتاعت اللي بيحبوا يعملوا حاجات كيكات او بيعمل حاجات حلويات. احسن مكان ليه ويشتري منه الحاجات هو بالك بارن. يعني عنده كل الامكانيات بالذات لو حد بيشتغل بقى في المجال ده، هو هيلاقي كل الامكانيات اللي يجيب بيها بقى ايه حاجات الحلويات اللي بيعملها، التورتات والكلام ده كله. من الدقيق نفسه اللي بيتعمل بيه الحاجات، يعني كل انواع الفلاور اهي. يعني ده دقيق حمص مثلا يعني. دي ايه تاني؟ وكل حاجه بالسعر، بس هو عندهم السعر بال100 جرام، يعني 100 جرام ب 28 سنت مثلا. النص كيلو بدولار وايه 25. ده كيك وباستري، يعني المعجنات والكيك، الدقيق بتاع المعجنات والكيك. ده هو ده وايت بريد للعيش الابيض. ده مثلا بادوك هول، ده دقيق كامل، اللي هو العيش البر. كل حاجة بص، دارك ريف ده اسمر، عيش اسمر. ده بالشوفان. كل انواع الدقيق اللي متخيلينها. ده كل اول بيربس، يعني لكل الاستخدامات، دقيق لكل الاستخدامات. 28 الجرام، 100 جرام، وبدولار وربع النص كيلو. فده كل انواع الدقيق. بص اهو، جلوتين، ده فيه جلوتين. في ناس عندها حساسية من الجلوتين فما تشتريش ده هو طبعا. بعدين جنبيها في شوكولاتات. طبعا لو هتجيبوا شوكولاتات وتسيحوا مثلا عشان تعملوا طبقة شوكولاتة او حاجة، ففي كل انواع الشوكولاتات. بصوا برضك 100 جرام بكذا. بتشتروا الحاجة ازاي بقى؟ عندكم الاكياس اهي، شايفينها؟ بتقطع الكيس، وهنا بتقفل الحاجات دي عشان تقفل بيها الكيس، وهنا بتفتح اول حاجة ومعاها البتاعة دهيت بتملى بيها. استنوا عشان دي لازم تمسكها كده. بتملى بدهيت وتملى. بعد ما تملى الحاجة اللي انت عاوزها، ممكن عندكم هنا موازين في كل فترة كده، في كل المحل تملى، تشوف الوزن اللي انت اشتريته لو عاوز توزنهم قبل ما تحاسب عليه. اهي بقية الشوكولاتات دي الشوكولات شيبس، في منها ابيض، في منها بالبتر. دي ايه؟ بالبتر، بالزبدة. في منها اسود وفي منها ابيض. بصوا الاتمنة بتاعتها، في حاجات كبيرة زي دي، اشكال وانواع. دي دارك، اكسترا دارك، يعني هتلاقي مثلا 70، دي 70% كاكاو. دي لونها بينك، شايفين؟ جميلة دي. بص برضك لسه كل ده مكملين، كل دي شوكولاتات، شايفين؟ بعد كده هنا بقى المكسرات. مكسرات برضك عشان عاوزين تحط فيها مكسرات او حاجة. شايفين؟ ده كاجو، بس مش مملح، يعني ني. كل الموند ده متشرح، يعني شرايح. ده الموند كامل. ده منه كمان بودرة، الموند بودرة. فكل الحاجات هنا بقى فوق كمان الفانيليا او الاطعمة بتاعت كل حاجة. في فانيليا، في طعم الليمون، في طعم الموز. شايفين؟ ب5 دولار. هنا الحاجات دي المفروض بيتعمل بيها، دي الوان، تهيألي دي الوان طعام. دي جل، بيبنج جل. ده جل عشان تلزقي بيه الحاجة، باين. ده اللي هو ورق الزبدة، دي ب6 دولار. دي برضو اللي هو بيبقى عاملين زي السكر، اللي هو بيبقى بألوان سكر كده، وبتعملي بيه اللي هو ايسنج، بيسموها ايسنج. بتعملي بيه اشكال جاهزة على طول. دي الخميرة
دي خامية فورية سعرها اهو. دي في علب كتير منها وكلها الوان كذا لون، بس مش عارفة دي عبارة عن ايه. فانيليا فوندنت، تهيألي فندام او حاجة. برضك اللي بيتحط على التورتات من فوق اللي زي الايسنج شوجر برضك او حاجة زي كده. فندام اللي بيتعمل بيه طبقات الزينة من فوق. شايفينها اهي، كل الالوان موجودة هنا اللي بيتعمل بيها الاشكال دي. شايفين؟ هو ده العلب دي الواحدة ب15، عبارة عن كام كيلو؟ 2 LB يعني كيلو. وهنا بقى الايه القوالب. شايفين القوالب دي؟ قوالب حروف تحط فيها مثلا الشوكولاتة السايحة او كده ويطلع لك زي الدولار كده. شايفين؟ على شكل حيوانات، على شكل انسان آلي، على شكل هنا بونبوني، حروف، ارقام، كل حاجة. بكام الواحدة؟ ب9، يعني قرب 10. دي قوالب على شكل ايس كريم برضك بتحط فيها جواها الشوكولاتة اهو. بصي دي العصيان نفسها عشان تحطها هنا ب4 ودي ب7. كل الامكانيات فوق العلب نفسها اللي بتحط فيها الكب كيكس او التورتايه او حاجه ومقاساتها. بصوا في كذا علبه هناك اهمت المقاسات وكل واحده سعرها قد ايه. هنا برضك الالوان اللي هي الايسنج شوجر نفسه، والالوان عشان ايه؟ تزوقي بيها على طول. تكتبي كده مثلا كلمه هابي بيرثداي، تكتبي اي حاجه على سواء على الكب كيك او على التورتايه او كده. فمنها الوان كتيره واشكال مختلفه. في اللي ب5، في اللي ب3، يعني الوان جل كده تلوني بيها على طول وتكتبي. دي الوان بس بودره باين، بتحطها بقى على الكريمه اللي انت بتعملها وتتلوني الكريمه بقى اهو. يعني هنا الكريمه بتاعه الكب كيك هو بيحط عليها شويه من البودره دي ويخليها تلون. ده اويل بطعم الليمون، بطعم الستروبري، بتحطها برضك على الحاجات تديها أطعمة. ده ب6. ده المكن نفسه اللي بتعمله بيه الحاجة اللي هو القمع بمعنى أصح. ده شكل تاني للقمع. دي اكياس القمع ودي الوشوش بتاعتها اهو. في كذا وش، كل الوش نفسه ب3 وب2. ده شكل تاني للوشوش ب6. دي المعالق اللي بتعايري بيها، المعالق المعيارية بكام؟ ب5. هنا سكر، انواع السكر، سكر بني، سكر ابيض، يعني من كل حاجة انواع كتيرة. هنا جوز هند برضه كم مسكر، جوز هند ني، جوز هند مبشور، جوز هند مش مبشور، كل اللي انت عاوزينه. اللي بيه ب$5. ايه تاني برضه دي حاجات بتتحط جوه التورتات والحاجات دي اللي هي عامله زي الكرز والحاجات زي كده اللي بتتحط فوق التورته او فوق الكب كيك. لما بتلاقي الكرز دهوت اللي عامله زي الجيلي كولا دي اهو، دي اشكال منها. ودي برضك الفواكه المجففه اللي بتبقى جوه الكيكات برضك اهو. بصوا وبصوا الركن ده بيعجبني قوي. دي الحاجات بقى اللي بتزوقوا بيها بيسموها ايه؟ سبرينكلز دولت. بس اشكالهم اللي بيه ب10 وفي ده ب8. بس الحاجات اللي بتلمع دي ولكنك بتشتري ذهب او مش ذهب، اللي هو اللي بيتعمل بيه الغوايش والحاجات دي. بص اشكالها، في حاجات زي دي كده. بص الالوان، بصوا شكلها من بعيد كده. دي اللي هي الشوكولاته، دي كلها الوان. بص الالوان بتاعتها جميله قوي. الركنه دي عجباني الواناتها، شكلها حلو. وهنا بقى الحاجات اللي هي بتاعت اعياد الميلاد، الشمع والحاجات زي كده. دي هتلاقوا منها في دولارام عادي الشمع والكلام ده.
هنا البتاعات بتاعة الكب كيك برضه دي موجودة في دولارama، ممكن تلاقوها هناك. ودي الحاجات بيناتا ولا مش عارفة ايه، اللي بيتحط جواها حلويات ويتحطوا في عيد الميلاد، العيال بيكسروها وايه ويطلعوا اللي جواها، بيحطوا جواها حلويات وحاجات. ودي عدد وحاجات دي ممكن تلاقوها في اي حتة. المصفى والحاجات دي مش مشكلة، في اي حتة ممكن تلاقوها في دولارama او في الكلام ده. بس خلينا نشوف الحاجات الاساسية اللي موجودة هنا. دي برضو حاجات بتاعت الكب كيك، دي القعدات اللي بيحطوها عشان التورتية نفسها. في احجام كتير منها، ب3 وب4، في مربعة، في دولات. الصواني نفسها ب9 وب10، في قوالب، في مش عارفة ايه. دي عشان تحط عليها الكيكة نفسها وتقعدي تزوقيها، اللي بتلف دهيت ب18. متهيألي كده انا خلصت الجزء بتاع التورتات والكب كيكات. يا رب يكون عجبكم الفيديو دهوت، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ومع السلامة، باي باي.